خلاكي تسكتي؟ بس إذا اتفقنا أنا وإنتي ما حدا فينا رح تنخرب حياته بنتي، صح؟ عمر وأوجان رح يرجعوا على المدرسة وانتو رح تكملوا عيشتكم ببيتكم، ما بدك يصير هالشي بنتي؟ فكري بعقلك شوي. مو حرام الأولاد يدمروا مستقبلهم؟ تركوا المدرسة مشان شغل بيعطيهم كم ليرة، فكرك هالمصاري شو رح تقدر تعمل لهم؟ وانت عملتي نفس الشي وسكتتي. يعني بما انه امك بهذا الوقت حرة ومالها بالسجن معناتها سكتتي كمان. ايه صح، بس انا بتكون امي، يعني ما في ابشع من انها تكون هيك وحده مجرمه وبشعه تكون امي. شو المفروض اعمل؟ شو اعمل؟ امسكها من ايدها وسلمها للشرطه؟ اخي بتتدمر حياته. وحتى عمر، اذا عمر بيعرف متخيله شو بيساوي؟ انتو خبيتوا الموضوع مشان عمر ما يعرف فيه، يعني ما حكيتوا لي لانه خايفين من المصايب اللي رح تصير. جاوبوني. ايه صح، كنا خايفين انه عمر يدرى، وكنا خايفين من ردة فعله. انا رح خبرها بكل شي. بعرف انه يمكن ما تسامحيني، سكتت لاني اتفقت مع امك. كيف اتفقتي؟ نحن كنا بوضع صعب كتير وحياتي كانت عم تنهار ياسمين، كان بيتنا محجوز وقتها، وامك مقابل اني ضل ساكتة عرضت انه تسدد كل ديوننا. يعني حضرتك ابتزيتي امي؟ قدرت تشتريكن يعني؟ ابتزيتوها وبعدين سكتوا لما دفعت لكم، مو هيك؟ لا مو هيك، ما ابتزيناها ابدا، مو هيك القصة. ابك كانت مجبورة. هذا حكي فاضي. شو يعني مجبورة؟ تولقى انت سمعان حالك؟ قاعد عم تبرر انه انتو خبيتوا عني هيك مصيبة لانه ظروفكم صعبة؟ قلت لي سكتت لانه ما بدك تشوف دموعي؟ واحد كذاب، واحد طماع مثلك ما بيستاهل ثقتي. ياسمين اسمعيني، مشان الله طولي بالك واعطيني فرصة لفهمك، لانه مو هيك الموضوع. ما تظلمي لتولقى لانه انا اللي اتفقت مع امك. تولقى سكت وخبى عني. هو كان بيعرف باتفاقيتك مع امي، وبدال ما يجي لعندي ويخبرني باللي بيعرفه رح حذف الفيديو. انا مصدومة فيكن وما عم صدق. انت نفسك يلي حبيتك، انت نفسك رفيقة عمري. تعرفوا شو؟ بالنسبة إلي يلي عملتوه ما أقل أبدا من اللي عملته أمي، يا ضيعان الصحبة والحب. ياسمين استني بس لحظة، وقفي اسمعيني بس، اعطيني فرصة لفهمك بترجاكي.